يا صباح الخير، ازيكم متابعيني؟ عاملين ايه؟ النهارده جايلكم بيوم جميل جدا ومريح جدا. صحي بدري قوي، صليت الصبح بدري قبل ما الشمس تطلع الحمد لله. وقررت اعمل معاكم اكله هتعجبكم لاني معموله بكل حب. بس قبل ما اقول لكم على الاكله، انا زهره هدو، وللي يعرفني ما ينساش يحط اللايك، واللي اول مره يشوفني يا ريت يشترك في قناتي، وان شاء الله هتعجبه كل الفيديوهات اللي بقدمها. اولا الاكله دي مشهوره جدا في الصعيد جدا، اسمها فطير بالسخينه. مفيش حد صعيدي او واحده ما يعرفوهاش، ولازم تتعمل وبتبقى جميله جدا. هي اكله بسيطة جدا، ما تعتمدش إلا على مكون واحد بس وهو البصل. يعني لو عندنا مثلا بط، وز، لحمة اللي جوتوها فيها دهنة كتير، أنا اللحمة دي فيها دهنة كتير فقررت أعمل فطير بقى، عشان هو بيحب الحاجة تبقى دسمة شوية. أول حاجة بقى أنا هسلق اللحمة وهحطها على نار هادية جدا، وهرجع أكمل نومي، ولما أصحى هحجن معاكم الفطير وهعمله. الفطير ده عبارة عن رجاج، عارفين رجاج أو الرقاق ده؟ زيها بالظبط، بس احنا المفروض الفطير بتاعنا بيبقى أتخن شوية، ما بنسموهوش رجاج، بنسميه فطير، مش فطير مشلتت، فطير عادي. بصوا، انا هركن الحله على النار واوطي منها جدا وهكمل نومي واصحى. صباح الخير مره كمان انا صحيت خلاص، طفيت على اللحمه. ودلوقتي حاجه معاكم الفطير. مكوناته سهله جدا، هو ملح وميه ودقيق فقط، من غير اي حاجه تاني. انا كنت عملت فيديو معاكم قبل كده على الفطير المشلتت، كان تحفة وفي مقادير كتير حطاها وتكات كده وحاجات. هحطلكم الفيديو ده في صندوق الوصف للي يحب يشوفه. اولا انا عملت ايه، حطيت ميه كده بالنظر وملح، وحطيت نص كيلو فينو، وهرجع اكمل دقيق بلدي، الدقيق العادي، عشان ما ينفعش يبقى الدقيق كله فينو. هيبقى ايه، الفطير هيبقى ناشف قوي، يعني مش هيبقى فيه سيبان شويه او مش هاشش شويه، فلازم يبقى النص والنص. وفي ناس كمان بتعمله بدقيق القمح، يعني فايه، اللي عنده دقيق قمح ده ما شاء الله يعني يعمل على طول من غير اي اضافات. انا هعجن الفطير ده، هسميه فطير برضو، مش هنسميه رجاج. يعني مصريين بيقولوا عليه رجاج، شبه الرجاج على فكرة المصري، بس احنا صعيد فبنعمله بالبصل بس، مفيش لحمة مفرومة، مفيش طبقات، مفيش اي حكاية من دي. هو طبعا اسهل حاجة ممكن تعملوها لو انت سويت اللحمة واشتريتوا رجاج جاهز، ومش هتعملوا الا البصلة بس، هيبقى الموضوع سهل جدا كأنكم بتسلقوا بيض يعني. بس الموضوع ما بيبقاش كده، ما بنحبوش كده، يعني اي حد صعيدي بالذات ما بيحبش يشتري الرجاج الجاهز، لازم يتعمل في البيت. وكمان لو كان سمكه تخين شوية بيبقى الأكل ليه معنى، يعني ليه طعم. هتبقوا عارفين كده، الصعيد هيفهمني. تمام، أنا بعجن شوية مش كتير، على قد الدمعة اللي عندي أو على قد البصلة اللي عندي. في ناس ما شاء الله، يعني كانت الستات تجمع عندنا في الشارع لما يكون حد عنده فرن طين، وكل الجيران بقى ينشبوا ورا بعض، يعني بالنشابة فطير بقى، ويعبوا ايه، بيعبوا مواجير فطير ما شاء الله، بيبقى فوق بعض وكده. وبيبقى العيلة كتيرة وكانت الأكل والحاجة طعمها تحفة زمان يعني. فأنا بحاول أرجع الذكريات دي. بصوا، بعد ما خلصت عجن ركنت العجينة على جنب عشان ترتاح شوية، لازم ترتاح كويس عشان ترضى تتفرد معايا. في الوقت ده بقى هقطع البصل، كل البصل اللي انتوا شايفينه ده، أيوة فعلا ده 2 كيلو بصل. هو ما بيعوزش أقل من كده الفطيرة بالنسبة لنا، حتى لو هتعملوه مرة واحدة. 2 كيلو بصل، وبيتشرح برضو يعني بيتقطع بالسكين، ممنوع منعا باتا يتعمل في كبة ولا حاجة، مش ممكن، ما ينفعش ابدا يعني. فانا بقطع البصل ده كله، ويا ريت يكون ابيض، ما تجيبوش بصل احمر، بيبقى مخلي الدمعة او السخينة غامقة قوي قوي. انا غسلت البصل وهقطعه مربعات. واحلى حاجه، احلى حاجه ان انا قاعده بقطع، يعني بصوا قاعده بره في الفرندا ومرتاحه جدا، والبصل مش حارق لي عينيا رغم ان الكميه كبيره، لاني قاعده في حته يعني واسعه كده ومرتاحه مش واقفه. فأي حاجة بتتعمل على الأرض بيبقى جميلة جدا، بس كان نفسي ساعتها يكون عندي بوتاجاز سطحي كده وأعمل البصل على الأرض. أنا عملت معاكم كمان قبل كده كرومب على الكانون في فيديو قبل كده، وكان ممتع جدا جدا فوق ما تتخيلوا. برضه هحط لكم الفيديو في صندوق الوصف، ان شاء الله هتشوفوه، هيرجعكم لايام زمان قوي يعني. في فلكلور كده، في حاجه، حتى الريحه بتاعت زمان، الطعم بتاع زمان. المهم زي ما شايفين البصل ده هدخل بيه بقى على البوتاجاز جوه في المطبخ،
وهسويه. الكمية اللي شايفينها كتيرة جدا دي هتبقى عبارة عن، بصوا، مش ربع الكمية دي، تمن الكمية دي بالظبط، أقل يعني، هتبقى حاجة في قعر الحلة لما تستوي. بصوا احنا بيبقى على النار حوالي ساعتين البصل، بس أهم حاجة يبقى واطي ويتقلب على طول عشان ما يتحرقش. طبعا احنا ادام في فطير لازم نحط سمنة عادي وسمنة بلدي، يعني ضروري سمنة بلدي. انتوا عارفين السمنة غالية جدا، يعني العلبة الصغيرة دي ب170 جنيه، فتلاقوني ايه برقف بحالتها شوية مش عشان عاملين فطير يعني هنخلص السمنة. تمام. هنغطيها شوية، مش هنغطيها على فكرة، انا كنت بفتح الحلة التانية عشان اخد منها حتة دهنة. هي استوت طبعا بس انا بسيبها تقعد في الحلة شوية. هطلع حتة دهنة حلوة كده واحطها على البصلة، ودي هتبقى سمنة في الاخر يعني، هتسيح وهتشوفوا منظرها بعدين. وهطلع اللحمة دلوقتي. زي ما قلت لكم قبل كده، البصل بيقعد فترة طويلة قوي على النار، ولازم تبقى واطية، يعني لازم تبقى النار واطية وتبقى زي الكريمي، وبعد كده بنعلي شوية النار عليه لحد ما يتحمر يعني. تمام. انا هسيبه بقى. كنت بخلي عبد الملك او عبد القدوس كل شوية يقلي فيه عشان انا طلعت بره. انشب بقى الفطير العادي اللي انا هعمله دلوقتي عشان ما يتحرقش، يعني مش عشان اعمل فطير احرق البصلة جوه تمام. كنت مخليه بالي كل شوية نادي عليهم وهم كانوا واقفين عليها كل شوية يقلبوا فيها يعني. كمية العجين في الفطير العادي او الرقاق بيبقى صغير خالص، ومفروض تتفرد رهيفة جدا جدا جدا. بس انا مش خبرة، انا ما بعملش الفطير ده، بحسه صعب يعني، بس بعمله لما بكون نفسي في فطير عادي مش رقاق. فانا لا بدق الطبلية طبعا حالة يرثى لها يعني. فالمسامير دي عشان ما تجرحليش الفطير بتاعي. تمام. هفرد الاول بنشابة عادية خالص صغيرة، وبعد كده هشغل النشابة الطويلة او الكبيرة. والله ما لقيتش نشابة وما عنديش نشابة، وكل ما اجي اعمل فيديو افتكر ان اشتري نشابة من السوق اللي هي بتبقى طويلة دي، بنسى. فعندي حل حلو قوي، عصاية المكنسة بغسلها كويس وانشب بيها، دايما بعمل كده. تمام. فانا بفرد فيه لحد ما يبقى خلاص مش قادر ان يتفرد تاني. وانا عندي الفرن كبيرة يعني، تشيل لو انا عملت قطعة عجين اكبر من كده هينفع. تمام. وهفردها معاكم في الفرن. ادي بعد ما خلصت، انا مش عايزاها ارهف من كده يعني، ده طلب خاص. بحبها تخينة شوية، يبقى فيها عجين، يبقى فيها اكل، مش باكل ورق، مش باكل ايه مش باكل ام علي يعني الحياة الرهيفة جدا، لا لازم تبقى حاجة فيها سمك. ويا سلام كمان على الفطير ده، مش بس بالبصل او بالسخينة بلغتنا احنا، عشان لو حد طلع وتنمر عليا من الصعيد نفسه، لا كل البشر بيقولوا سخينة مش بيقولوا دمعة. اللي بيقول دمعة ده يعني شوية بيحاول يترقى، بس الدمعة دي بالطماطم او الطبيخ، لكن السخينة دي بتاعت الفطير. زي ما شفتوا حطيتها في الفرن الحلوة بتاعتي دي اللي صدت، انا طبعا غسلتها بالخرطوم قبل كده صدت بس عادي جدا يعني، نو بروبلم تمام. بعمل الفطيرة التانية عبال ما اشوف ايه حصل في الفرن. ما بتاخدش وقت، انا بولع المفروض النار من تحت بس انا عادي ولعتها فوق وتحت، وخليتها في الرف الاوسط يعني، على قد ما انا انوله يعني او اطوله. ادي اول واحدة، شايفينها جميلة ازاي. في ناس بتحبها محمرة على فكرة، بتبقى محمرة شوية اكتر، انا بحبها بيضة اكتر، وما تبقاش مستوية، احبها تبقى طرية شوية، برضو على حسب اللي بيحب. لو انتم مكملين معايا الحلوين اللي متابعين الجمال قوي، اللي متابعيني انا وبيحبوا فيديوهاتي، ما ينسوش يحطوا لي لايك، واللي اول مره يشوفني ينساش يحط اشتراك. تخيلوش والله تعليقاتكم بتفرق معايا ازاي. يعني متابعتكم ليا اللايك نفسه بيعني لي كتير يعني، فما تحرمونيش من هذا العطاء. ادي الفطيرة التانية برضو، انا بحاول اختصر لكم الموضوع، بس والله ممتع جدا جدا. بس الفرن زي ما انتم شايفين في حالة برضو يرثى لها، بس والله شغالة زي الفل. هي عشان غسلتها بالخرطوم بهدلت بهديل، مش عارفة عايزة ارشها دي دوكو ولا رشها ايه، مش عارفة غير اللون بتاعها ده يعني.
تمام. ادي بعد ما استوت الفطيرة التانية. انا الفطير بتاعي عملته على كد، يعني الناس بقولكم زمان كان بيعملوا جبال من الفطير ده، لان بيعملوه بعد كده باللبن. يعني برضو زي ام علي، بس مش ام علي، يعني احنا الصعيد بنصرف شوية، فبنحطه لبن وسكر بس، وبيتفت فيه، بيتقطع فيه وبيتفت فيه، بيبقى تحفة تحفة في الفطار. فانا الكمية بتاعتي دي الحلوة كفتني مرتين، وكمان عملنا فطير في الفطار، يعني فتيت لبن او فتيت فطير. شايفين شكلها جميل ومغري ازاي؟ برضو دي كانت في الفرن. برضو بحبها، بصوا فاتحة شوية، هتلاقوها جزء احمر جزء ابيض. كله حلو. اخر واحدة بقى دي، ما شاء الله تبارك الله، حتى براء شارك معايا، يعني هو داخل معايا في كل حاجة. فعملت له فطيرة صغيرة، هو عملها فعلا الفطيرة الصغيرة بتاعته دي، وحطيتها له في الفرن. هتشوفوها دلوقتي. انا غطيته طبعا، وادي فطيرة براء. اهم فطيرة متخيلوش، والله كل منها فعلا يعني. بس دخلت المطبخ طبعا، لقيت ايه، انا مخليه بالي ان انا ليا ساعه تقريبا بره، فمخليه بالي وخليتهم يطفوا النار عليها عشان برضو اتابعها اكتر. فلقيتهم ايه، بصوا منطورين الدنيا، يعني البصل ده في كل ارجاء البوتاجاز. حاولت الم او انقذ ما يمكن انقاذه، بس ايه برضو بارك الله فيهم اولادي، خلي بالهم عليها يعني. بصوا بخليها شويه حلوه خالص، يعني خليتها يمكن نص ساعه تاني. في ناس بتحط لها طماطم، في ناس ما بتحط لهاش يعني، وفي ناس بتحط لها توم، وناس ما بتحط لهاش. فانا حطيت حتة توم قليلة جدا، وطماطمية واحدة عشان تديها لون شوية بينك، او اشوف قطع الطماطم دي يعني. ما ننساش الدج كل شوية، ده ايد هون خشب. زمان بقى، زمان والصعيدة كلهم برضه هيعرفوني، كان في حاجة اسمها ايه يا جماعة، مصواط، او يعني حتة خشبة كبيرة قوي، مش زي المغرفة بس خشب، بيعملوا بيها عصيدة ايه، عصيدة الخبيز اللي هو العيش الشمسي. فطبعا ده كتراث، حاليا اللي عنده دي يبقى عنده ورث او عنده حاجة كبيرة، فاحنا ما عندناش، ما كناش عندنا مصوات والله خالص. كنا نعمل العصيدة بمعلقة خشب او اي حاجة. تمام. ادي خلاص كبيت عليها الشوربة. تقريبا كل الشوربة بخلي بس جزء لو عايز اعمل طبيخ اخضر، يعني مثلا اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا بينا على النبي يا جماعة، ادام فكرتكم كده صلوا بينا على سيدنا محمد. يوم الفطير ما بنعملش اي اكل جنبه الا لو حاجة خضرة، يعني ايه ربي، سبانخ مثلا. بس عملتها بالليل، ما عملتهاش بالنهار. يعني ما بناكلش الا الفطير بس، زي ما شايفين كده بنكسره كده، ولو اي حتة ناشفة شوية او محروقة او فيها اي حاجة بنطلعها بره، وبناخد الاجزاء الحلوه قوي وبنقطعها نفس التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي. انا طبعا بنجي حاسه نفسي عامله ايه، عامله عمايل والله، بس الحمد لله حاجه حلوه. اي حاجه تتعمل من الالف للياء في البيت بتبقى جميله جدا. بصوا بتبقى ما تخيلوش ريحه البيت كانت عامله ازاي. انا جوزي قال لي هو جاي من بره، قال لي ريحه الشارع كله، من اول الشارع كله فطير. ريحة الدمعة أو السخينة دي بتبقى جذابة جدا، متخيلوش لها ساعتين على البوتاجاز، والله ساعتين يمكن أكتر. أنا طبعا حطيت زي ما قلت لكم الشوربة، وسبتها برضو تغلي شوية. هو المفروض أحط اللحمة في البصل اللي انتوا شايفينه ده، بس عشان كانت مهرية خالص، وأنا دايما بسوي اللحمة فما جبلتش أحطها في الشوربة عشان ما تدوبش معايا أكتر من كده. أما هذه اللحظة بقى دي آخر حاجة، وهي إيه، إن إحنا بنسجي الفطير ده، بنحطه في طبق الفت اللي انتوا شايفينه ده اسمه طبق فت. مفيش عروسة في الصعيد ما بتجيبهوش، بيتحط فيه بس تقريبا المفروض الفطير بس احنا ساعات بنحط فيه كشري او فتة على فكرة. ايوه. بس فانا ايه، لقيت الكبشة مش جايبة نتيجة، فايه كبيت كب من الحلة. ولو تلاحظوا برضو ان انا عملت في حلة ألمونيوم، وكل حاجة لازم في الألمونيوم، ما ينفعش تعمل في تيفال ولا جرانيت الكلام ده، لأ. يعني احنا بنتكلم عن الحياة البدائية بتاعتنا، فلازم نعملها على اصولها بالظبط. وعلى فكرة الفطير ده انتوا شايفين كمية ما شاء الله كبيرة جدا جدا، وكل ما بتكبوا شوربة او الدمعة اللي انتوا شايفينها او السخينة دي، بيشرب قوي، بيبقى طري، بيبقى جوسي. ما ينفعش يبقى بصوا كمان طري قوي او ناشف قوي، لا لازم يبقى وسط. فالحاجة دي بتتعمل بالاحساس برضه. زي ما شايفين الشكل مغري، الريحة والله غريبة فظيعة، زي بتاعت زمان بقى، اللي عارف الفطير بتاع امهاتنا يعني.
وطلعنا برا في الفرندا عشان ناكل، وكمان شايفين مخلل اللفت التحفة لونه بينك كده. بس ما تحطش اي حاجة تاني مع الفطير الا اللحمة طبعا يعني، او بط او وز على حسب انتوا عندكم ايه يعني. بالهنا والشفا، الحمد لله خلصنا، فقلنا ايه نحبس بقى. كان الجو حلو قوي. خلصنا بقى اكل، وقلت اشرب القهوة في الفرندا، ما كانش فيه هوا خالص، رغم ان الشمس ما بتجيش في الفرندا قوي، بس كان ايه جو جميل جدا. بتخيلوش والله ببقى سعيدة قد ايه يعني، الموضوع ده بقى يعني سعيدة يومين ثلاثة عشان انا عملت حاجة من الالف للياء، او حاجة فيها تعب وكمان حاجة طلعت حلوة. فتلاقوني ايه طول الوقت فرحانة فرحانة ان عملت حاجة مفيدة. ودي القهوة خلاص خلصت، انا طبعا ايه عامله نفسي شمولة، فقلت اخلي الرغوة تنزل شوية لما ايه تكبت، بس عادي برضو. احلى فنجانين قهوة، وبالهنا والشفا على قلوبنا وعلى قلوبكم، واشوفكم باذن الله فيديوهات تاني. ما تنسونيش انا زهرة هدوء الى ان القاكم باذن الله، والسلام عليكم.